مرحبا بكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. إليكم التفاصيل. أخنوش يدعو إلى الإسراع في تفعيل العقوبات البديلة. دعا رئيس الحكومة عزيز خنوش إلى الإسراع في تنفيذ القانون رقم 43/22 المتعلق بالعقوبات البديلة المقرر دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، وطالب في منشور رسمي موجه إلى المسؤولين الحكوميين بتعبئة الموارد اللازمة وتمكين المندوبية العامة لإدارة السجون من أداء دورها في هذا الورش، وشدد على ضرورة التنسيق مع المندوبية وتعيين مخاطبين رسميين من كل قطاع لإعداد اتفاقيات عمل سنوية وتحديد طبيعة الأنشطة التي يمكن إسنادها للمحكوم عليهم، خاصة في إطار العمل لأجل المنفعة العامة. وأكد المنشور على أهمية مشاركة القطاعات في الاجتماعات التحضيرية ووضع قواعد بيانات وبرمجيات لتتبع تنفيذ هذه العقوبات ضمن رؤية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز إعادة الإدماج. القانون يشمل الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات ويستثني حالة العودة، ويقر 4 أنواع من العقوبات البديلة: العمل العام، المراقبة الإلكترونية، تقييد الحقوق والغرامة اليومية، ويهدف إلى تحديد السياسة الجنائية وتوفير بديل العقوبات السجنية. شكرا لكم على حسن المتابعة.